صحتك بالدنيا. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل والزراعة. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان بأحدث الأجهزة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين الأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة، أيضا تجميل بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو، بجانب مشفى الحجز والاستعلام. هاتف 433 مليون. مساء الخير لكل اللي عم يسمعونا عبر التردد 103.5، أيضا للي عم يشاهدونا على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون معكم عماد خلف من وراء الميكروفون، وضيفي بالاستوديو دكتور جير أحمد عبد العزيز، اختصاصي بالجراحة العامة والتنظيرية. اسمحوا لنا رحب بضيفنا لحتى نبدأ لقائنا. يسعد مساك دكتور. يسعد مساك أستاذ عماد، شكرا. مستمعينا إذا حابين تنضموا لنا تأغنوا لقائنا، دكتورنا اليوم موجود. طبعا رح نناقش موضوع مهم كتير. فيكم تنضموا لنا عبر الاتصال بالرقم الأرضي 429 101 أو عبر رسالة عبر الواتساب 093 82 80 81 4 على صفحتي الإذاعة، وعبر كومنت فيكم بأي تعليق أكيد رح نجاوب على أسئلتكم. بشكر زملائي بالكنترول شيرين ومروان، وخلونا نبدأ لقائنا. بداية موضوعنا لليوم هو الغدة الدرقية. يا ترى شو هو العضو هذا؟ شو وظيفة هالغدة هاي؟ العديد من المحاور رح نناقشها نحن والدكتور جير أكيد. بداية دكتور، كما دخلنا موضوعنا الغدة الدرقية نسمع عنها كتير، وشو وظيفتها؟ شو الكائن هذا؟ هلا بداية شو هي الغدة؟ تمام. الغدة هي عضو موجود بالجسم بيقوم بإفراز مواد أو نحن بنسميهم هرمونات لحتى تأثر على أنسجة الجسم المختلفة. نحن عادة بنقسم الغدد لغدد داخلية الإفراز وخارجية الإفراز. خارجية الإفراز هي اللي بتطرح مفرزاتها خارج جسم الإنسان، مثل الغدة الدمعية، الغدة العرقية، غدة الثدي وإنتاج الحليب. هدول كلهم غدد خارجية الإفراز، ومنها غدة داخلية الإفراز اللي تدخل ضمن إطار هذا التعريف الغدة الدرقية. إذن الغدة الدرقية هي غدة داخلية الإفراز موجودة بمقدمة العنق تحت الحنجرة تماما، أو تحت تفاحة آدم خلينا نسميها. بتفرز هرموناتها للدم مباشرة اللي بتأثر على مختلف أنسجة الجسم، بدءا من الجنين لكل مراحل الحياة العمرية. حلو كثير دكتور. بنسمع كثير من الناس انه عندها مشاكل بالغدة الدرقية. نعم. زاروا طبيب معين، سواء كان طبيب الجراحة او طبيب الغدد الصم والسكري. يا ترى شو هن اشياء المشاكل واللي بتصيب الغدة؟ نعم. هلا بداية الغدة الدرقية بسبب وظيفتها اللي حكينا انها هي بتأثر على مختلف أنسجة الجسم، فأمراضها بتأثر، بنلاقي تأثيرات أمراض الغدة الدرقية على مختلف أنسجة الجسم، سواء قلبية أو وعائية أو سواء هيكلية. لهيك حتى الأشخاص الأطفال اللي مصابين بقصور غدة درقية ممكن نشوف عندهم قصر قامة. بيتدخل حتى بنضج النسيج الهيكلي عند الأجنة، اضطرابات تمثية، اضطرابات جلدية إلى ما هنالك. هي بالنسبة للوظيفة. بينما بالنسبة للمكان هي قريبة صراحة من عناصر تشريحية كثير مهمة، اللي هن المري، الأوعية، الشريان السباتي والوريد الوداجي اللي بيغذوا الجمجمة، أيضا الحنجرة، الرغامة، العصب الحنجري الراجع اللي هو مسؤول عن التصويت، أيضا الغدة الجوهرية الدرقية اللي هي مسؤولة عن تنظيم مستوى الكلس بالدم. الصوتية. نعم. نتيجة
مكانها والعناصر التشريحية القريبة منها ونتيجة تأثيراتها العامة يلي مثل ما حكينا بتأثر على مختلف أنسجة الجسم. بنلاحظ انه نحن اضطرابات اللي بتصيب الغدة الدرقية يا اما بتكون اضطرابات على حساب الحجم، وبالتالي حيعطيني اعراض ناتجة عن كبر الحجم او اعراض جهازية معقمة. فنحن عادة بنقسم الامراض اللي بتصيب الغدة الدرقية اما اضطراب على حساب الوظيفة يعني فرط نشاط او قصور بالدرق، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه ما ممكن يترافق بكبر بالحجم. يعني ممكن أنا عندي غدة درقية حجمها طبيعي لكن في فرط نشاط، أو حجمها طبيعي لكن فيها قصور. بالمقابل أنا ممكن أشوف غدة متضخمة أو معقدة تحوي نسيج عقدي، وبالتالي بتعمل ممكن تشوه بمقدمة العنق، ومع ذلك وظيفة الغدة بتكون طبيعية. يعني بتواجد هالحالة يعني. نعم. دكتور، لو يعني نعرف الأسباب اللي بتؤدي لها سواء كان قصور أو تضخم، أسباب هالمشاكل هاي. نعم، هلا بشكل عام مشاكل الغدة الدرقية مين هن الأشخاص المعرضين للإصابة فيهم أكثر من غيرهم؟ هلا أول شيء النساء. من سوء حظ النساء من سوء حظ النساء ان هن اكثر الاشخاص عرضة للاصابة بامراض الغدة الدرقية بشكل عام. هي اول شغله. ثاني شيء هو نقص اليود. اليود هو من المعادن اللي بتتدخل بتركيب هرمون الغدة الدرقية، لهيك نقص اليود حيكون احد اسباب ضخامة الغدة الدرقية. الغدة الدرقية بتتضخم لحتى تعوض كمية اليود الناقصة. تمام. كمان الشغله الثالثه الاشخاص اللي عندهم امراض مناعيه ذاتيه او مشاكل غديه باماكن اخرى، مثلا الاشخاص السكريين هن ايضا معرضين للاصابه بافات الغده الدرقيه. اشخاص اللي عندهم اصابات بغدد باماكن اخرى سواء الكليه، جهارات الدرق، الكظر، اي شخص عنده آفة غديه بمكان اخر قد يكون معرض للاصابه بامراض الغده الدرقيه. الشغله الثانيه اكيد هي الوراثه. الأشخاص اللي عندهم أقارب من الدرجة الأولى مصابين بأمراض الغدة الدرقية أيضا معرضين للإصابة. نعم. حتى الأطفال دكتور بيصابوا يعني. نعم. هلا عادة المرض الشائع خلينا نسميه اللي بيصيب الأطفال هو قصور الغدة الدرقية. قصور الغدة الدرقية ولادي نحن نسميه، موجود يعني موجود منذ الولادة نتيجة خلل تشريحي خلينا نقول بتركيب بنشوء تطور الغدة الدرقية عند الطفل. تماما. دكتور، الأعراض هلا من شوي حكيت كتلميح، يعني إنه إذا تضخمت الغدة بيكون واضح باعتبارها بتكون بالرقبة ومقدمة الرقبة من الجهة الأمامية. يعني الأعراض اللي السريرية الواضحة بالعيان، في أعراض غير ملحوظة شو هن؟ طيب هلا مثل ما صنفنا، سواء كان في اضطراب على حساب الوظيفة وبالتالي بتعطيني أعراض مختلفة تماما، أو اضطراب على حساب الحجم أو التعقد يعني تشكل عقد ضمن نسيج الغدة حيعطيني أعراض مختلفة تماما. خلينا نبلش بالأعراض الناتجة عن التأثيرات الانضغاطية أو الحجمية خلينا نسميها، اللي الناتجة عن مكان وجود الغدة الدرقية. فباعتبارها قريبة أول شيء من المري، ينتج عند هذا المريض عسرة بلع نسميه، أو صعوبة بالبلع، أو بيحس المريض أنه اللقمة بتوقف بالبلعوم أثناء مرورها للمعدة. هاي الشغلة الثانية عند بعض الأشخاص بيتغير لحن الصوت، ممكن بحة أو على الأقل تغير لحن الصوت، بحس أنه صوته ما كان مثل السابق. الثلاثة نحن نسميها زلة تنفسية، أو المريض بحس أنه بس يتسطح في صعوبة بجريان الهواء للرئتين، ممكن يضطر أنه يحطم خدتين أو 3 تحت ظهره لحتى يحسن من هاي الأعراض. 4 أكيد ممكن يكون في نقص جلس. هدول هن مجمل الأعراض. طبعا ما ننسى التشوه الشكلي، يعني ممكن إنه المريض يجي لعندي بقصة في عقدة بارزة بمقدمة العنق. هدول إجمالا هي الأعراض اللي الانضغاطية الناتجة عن وجود عقدة ما أو كبر بحجم الغدة الدرقية. بينما الأعراض اللي الناتجة عن اضطراب بوظيفة الغدة الدرقية طبعا بتختلف، وعادة متعاكسين ما بين فرط نشاط وقصور الغدة الدرقية. فأعراض فرط النشاط هي بتعاكس تماما أعراض القصور. أعراض فرط النشاط
باعتبار الغدة مسؤولة عن تنظيم الاستقلاب بكل الجسم وبيأثر على مختلف أنسجة الجسم، حنلاقي اضطراباتها بتشمل كافة أنسجة الجسم. أعراض فرط النشاط طبعا بتختلف من شخص لآخر، ممكن يكون بحس برجفان بالقلب أو حس خفقان نحن بنسميه. بيكون الجلد عند هذا المريض دافئ ورطب نتيجة تعرق، نتيجة زيادة معدل الاستقلاب عند هذا المريض. رح نلاحظ عنده نقص وزن عند هذا المريض رغم وجود شهية طبيعية للأكل. طبعا تختلف عن أمراض تانية إنه بنلاحظ فيها نقص وزن بالمقابل عندك نقص شهية، بينما بالغدة الدرقية بيكون عندك شهية طبيعية أو شهية زايدة حتى، لكن مع ذلك في عنده نقص وزن. حنلاقي عند هدول الأشخاص قصة إسهال، حنلاقي عند السيدات قصة اضطراب دورة شهرية، وخاصة تقارب فترات الدورات الشهرية. ممكن نلاقي عندهم قصة إسقاطات أجنة أيضا، وأيضا هدول الأشخاص عندهم عدم تحمل للحرارة، بالإضافة لوجه خلينا نقول متوهج أو محمر أو نعم تعطيني سحنة خاصة لمريض أو منظر وجهي خلينا نقول لمريض فرط نشاط الغدة الدرقية. بينما بالمقابل المرضى اللي عندهم قصور غدة درقية هن عادة عكس كل هاي الأعراض اللي حكينا عنها، فبيكون المريض سمنة، عنده عدم تحمل للبرودة أيوة. رغم وجود هاي السمنة، عنده قصة إمساك، عنده قصة السيدات عندهم قصة تباعد طموث، وأيضا قصة إسقاطات، بيكون الجلد عندهم جاف. هذول هم مجمل الأعراض يعني عكسية، يعني خلينا نسميها إلا كم عرض مشترك بينها. نعم أكيد. دكتور، كأطباء جراحة عامة سواء المريض كان محول من طبيب غدد سمو سكري، طبيب راجع يعني مريض راجعكم الإجراءات التشخيصية لحتى تحددوا نوع المرض أو نوع الحالة، شو هن الإجراءات؟ طبعا هلا عادة الإجراء الأول اللي نحن بنبلش فيه هو التحاليل المخبرية يلي بتقيم وظيفة الغدة الدرقية. هل يا ترى أنا قدام حالة فرط نشاط أم قصور أم قدام فقط اضطراب بشكل الغدة الدرقية، وجود عقد على سبيل المثال. مثل ما حكينا بداية ممكن تكون وظيفة الغدة الدرقية الطبيعية، هذا لا يعني عدم وجود اضطراب أو وظيفي بالغدة الدرقية. تمام؟ لأنه عادة نحن براجعنا مثلا نسبة لا بأس بها من المرضى إنه دكتور أنا وظيفة الدرق عندي طبيعية، ومع ذلك أنت عم تقترح لي مثلا إجراء 1 2 3. فلا يعني بالضرورة أكيد مثل ما حكينا. فإذا الإجراء الأول اللي نحن بنبلش فيه عادة هو التحاليل المخبرية، وخصوصي تقييم قيم ال TSH عند هذا المريض. 2 إجراء إيكو طبعا للغدة الدرقية. عن طريق الإيكو نحن قادرين نشوف شكل الغدة الدرقية، مدى ترويتها، حجمها، هل يا ترى في عقد أم لا، حجم هي العقد على حساب أي فص. كل هدول حيعطيني علاقته مع المجاورات، مثل ما حكينا علاقته مع الرغامة المري. في نسبة من مرضى الدرق بيكون عندهم ضخامة عرضة داخل لجوات الصدر. تمام. هي بالنسبة للإيكو. هلا في حال بقى عندي مجموعة من الاستطبابات أو نسبة قليلة من المرضى بحاجة لأيضا طبق محوري، في حال مثلا كانت الدرق غاطسة بنسميها إلى داخل مدخل الصدر، يعني حجمها كبير لدرجة واصلة لتحت الرغامة عند الصدر، هدول الأشخاص الإيكو غير كافي لتقييم حجم الغدة. عادة عند هدول الأشخاص نطلب طبق محوري. في شغلة تانية إضافية هي الخزعة. تمام. الخزعة صراحة كل المرضى تقريبا، يعني كل المرضى اللي عندهم عقد بالغدة الدرقية هن مرضى مرشحين لإجراء خزعة من الغدة. في رأي يمكن شائع إنه أنا ما بدي أعمل خزعة أو شيء. هلا نحن دائما صراحة يعني بنستغل أي مناسبة مثل هاي لحتى نخبر إنه لحتى نخبر كل الناس إنه أبدا بالعكس هو إجراء تشخيصي، يعني بيسهل لي كتير اني وصل انا للتشخيص الدقيق. واكيد لا يعني انه والله اذا في شيء حينتشر، واساسا ما هو السبب الوحيد اللي انا اعمل مشانه الخزعة. يعني اي آفة موجودة بالدرق حلو كتير. مو بالضروري اني انا اكون شاكك بورم خبيث خلينا نقول لحتى انا اطلب خزعة تشخيصية للمريض. لا، في طيف كبير من امراض الغدة الدرقية
الخزعة ضرورية للوصول إلى التشخيص، باعتبار الخزعة طبيب المشرح المرضي حيقوم بدراسة هي العينة الخلوية تحت المجهر، حيعطيني شكل الخلية الدرقية كيف شكلها، في اضطراب بشكلها ولا لا. تمام. فإذا الخزعة هو يكاد يعني لا نستغني عنها بتشخيص أمراض الغدة الدرقية. إجراء بسيط جدا. هي يعني إبرة تشبه إبرة الحقن العضلي تماما. نعم. نحن يعني هيك حابب ياخذ حقه الموضوع هالمحور هذا. دائما مثل ما ذكر الدكتور جير انه عبر منبر بوير نحن بنحب دائما نوعي مستمعينا ونوعي جمهورنا انه ترى موضوع الخزعه دائما بيتخوفوا من الجمهور والعامه الناس والمرضى، انه انا اذا سواء عملت خزعه راح ينتشر المرض، اذا كان المرض موجود هو راح يكون موجود، اذا بده ينتشر اكيد راح ينتشر سواء اخذ الخزعه او بدونها. فهالموضوع هذا إجراء بسيط جدا وإجراء مطلوب يعني نعم. لتحديد نوع المرض، يعني للتشخيص، يعني بيساعد الطبيب للتوجه العلاج يعني. هلا اكيد الغده الدرقيه مثل اي عضو ثاني بينصاب باورام، هذا لا يعني اكيد. لكن اول شيء في شغله مهمه كثير بالدرق انه اورامها جيده الانذار جدا، حميده يعني من خلينا نسميها. حتى لو كانت خبيثة فهي بحاجة لسنوات طويلة. أيوة. تمام لحتى تنتشر. زائد العلاج الشافي هو استئصال الدرق، يعني تمام. أنا بمجرد ما أنا استأصل الدرق عند مريض عنده سرطان خلينا نقول ضمن الدرق، فأنا عملت شفاء تام للمرض عند هذا المريض. تمام. مو مثل ممكن أورام بتصيب أماكن تانية ذات إنذار سيء. أورام الغدة الدرقية هي حتى لو كانت خبيثة فهي جيدة أو ممتازة الإنذار، يعني تصل نسبة الشفاء ليمكن 98 أو 99%. حلو كتير. هو كان بدي أسأل هذا السؤال، طبعا هاي تفضلت وانت جاوبت عليه، انه موضوع المخاوف منه حتى إذا كان في سرطان، إذا هو من الأمراض اللي أقل مثل ما يقولوا انه الضر. دكتور اذا ضل شيء تحكي عن موضوع الاجراءات التشخيصيه غير الطبقي. هلا في اجراء نحن بنعمله هو ليس اجراء تشخيصي، انما اجراء نحن بنستعمله هو اليود المشع. أيوة. استعمال اليود المشع. هي على مراحل غير نعم. انا بعد ما شخصت المرض او بعد ما شخصت مو بالضروره ان يكون مستأصل. والفكره الثانيه انه مو بالضروره يكون مريض ورمي حتى اطلب يود مشع، يعني اليود المشع هو عباره عن يود انا عم دخل فيه ماده مشعه، عم بقوم باحقنها بالجسم بتروح للغده الدرقيه. في حال انا عندي مرض ما بالغده الدرقيه فبيقوم بتخريب الخلايا الغدة الدرقية، فالمريض اللي كان عنده فرط نشاط للغدة الدرقية حيعمل لي سواء درقي، يعني حيعمل لي وظيفة درق طبيعية، لأنه قسم كبير من الخلايا اللي كانت وظيفتها عالية تم تخريبها. تمام. فإذا هو ما هو إجراء تشخيصي، لكن هو إجراء نحن بنستعمله. كمان في نسبة من المرضى متخوفين منه. طبعا بالإضافة لا ننسى أنه التشعيع نفسه للعنق، يعني مريض أخذ أشعة في العنق لسبب آخر غير الدرق، هو من أحد أسباب أمراض الدرق أيضا. أيوة. تمام. تماما. يعني في مجموعة من الأمراض اللي نحن نضطر أن نعطي علاج شعاعي للمريض بمقدمة العنق بمكان العنق. هدول الأشخاص هن مؤهبين للإصابة بأمراض الغدة الدرقية. تماما. الأخ أرمين كاتب تعليق، هو طبعا جاوبنا عليه، كان الدكتور عم يتفضل بالجواب، إنه هو كمان سأل سؤال موضوع إنه هل إجراء خزعة من أي عضو بشكل خطورة ولو نسبيا ولا كشكر؟ أكيد لا. أكيد يعني كنت سمعت الجواب أو شرح الدكتور للموضوع. ننتقل لمحور العلاج. دكتور، بأي مرض ما نحن دائما أكيد الطبيب يلجأ لموضوع العلاج الدوائي. إما ما طرفة بيلجأ للعمل الجراحي أو إجراءات أخرى. إما بيكون العلاج دوائي، إما بيكون جراحي أو غير ذلك. نعم. هلا أول شيء نحن عادة حسب شو أمراض الدرق. طبعا مثل ما حكينا في أمراض على حساب الوظيفة، أمراض على حساب الشكل، يعني التعقد، وجود عقد داخل نسيج الثدي الدرق عفوا. ممكن يكون التهابات، يعني هو عضو مثل أي عضو تاني بينصاب بالالتهابات، وأيضا مثل ما حكينا أورام. تدبير كل وحدة أكيد تختلف عن الثانية. أمراض فرط نشاط وقصور الدرق نحن عادة بنبلش بالعلاج الدوائي. نعم. فهو إذن الشق الأول للعلاج خلينا نقول، أو الخطوة الأولى لبدء العلاج عند هذا المريض هو العلاج الدوائي قولا واحدا. في حال وجود آفة على حساب العقد، هي طبعا بعد إجراء الخزعة التشخيصية، إذا ما في خلل بوظيفة الغدة الدرقية فعادة يا إما مراقبة
يا اما استئصال فص او استئصال كل الغده الدرقيه، يعني. حسب اذا في انا عندي عقده وحيده، حجمها، عمر المريض، عنده سوابق ما عنده سوابق. انا كل هدول المعلومات بتهمني لأنا اخذ قراري، يا اما اني خلص راقب هذا المريض مثلا يرجع لي بعد 6 أشهر او سنه لحتى انا اقوم باجراء ايكو اخر لشوف حجم العقده هل يعني اختلفت ام ظلت مثل ما هي. ممكن لا تكون بحاجه لاي تدبير. هي بالنسبه للادويه. الشق الثاني هو اليود المشع نفسه اللي حكينا عنه، والشق الثالث هو الجراحة. أكيد مو كل مريض عم نعالجه علاج دوائي حيكون مضطر انه يعمل جراحة بمرحلة ما من حياته. ممكن انا فقط سيطر على اعراض بالعلاج الدوائي، ممكن هي الاعراض انا حتى مع العلاج الدوائي اكون غير قادر على السيطرة على الاعراض، وبالتالي المريض يصير استطباب لاجراء عمل جراحي. لكن العمل الجراحي نفسه هناك شرط أساسي له الغالبية العظمى من المرضى أنه وظيفة الدرق لازم تكون سوية. يعني أنا عندي مريض فرط نشاط درق صار مرشح لجراحة، فهذا المريض لازم حصل بالمتابعة مع الطبيب الداخلي الغدية للوصول لوظيفة درق طبيعية، هذاك الوقت حيكون مرشح لإجراء جراحة. طبعا عندنا إجراءات جراحية كمان مختلفة. ممكن أنا أقوم باستئصال فص وحيد، ممكن أنا أقوم باستئصال فص مع شيء نحن بنسميه البرزخ اللي هو النسيج الواصل ما بين الفص اليمين واليسار. ممكن أنا أقوم بإجراء استئصال درق تحت تام نحن بنسميه، أو قرب تام، يعني شيل 3/4 الغدة الدرقية مثلا. وفيني أنا شيل كل الغدة الدرقية حسب كل حالة. أكيد في استطباب مختلف لها. تماما. دكتور، بأي عمل جراحي طبعا بيواجه الطبيب اختلاطات أو خلينا نسميها إذا جاز التعبير، بهيك عمليات ممكن شو بصير معكم إشكالات أو اختلاطات؟ هلا يمكن الغدة الدرقية على وجه الخصوص بتلاقي إنه المريض يسأل كثير عن الاختلاطات، وطبعا أكيد حقه الطبيعي باعتبار في عندك عناصر تشريحية مهمة مثل ما حكينا عنها، وخصوصي لدو أو العصب المسؤول عن التصويت. تمام. أكيد. لكن صراحة من حسن حظنا إنه النسب قليلة جدا، يعني في اختلاطات أشياء بكتير. فهي حنعدد الاختلاطات الشائعة اللي بتصير بعد جراحة الغدة الدرقية. هلا أشياء واحد أو أكثر واحد بصير مع المرضى هو نحن بنسميه نقص الكلس العابر. نقص الكلس العابر يعني خلال الأيام التالية للجراحة، ممكن 2 3 أسبوع، حيتعرض المريض لنوبات قليلة خلينا نقول أو خفيفة من نقص الكلس العابر يلي لحاله راح ينشفى. ممكن حتى ما يضطر انه تعطيه كلس دوائي لهذا المريض يعني. وممكن عند بعض الحالات بتوصل انك تعطيه كلس وريدي، لكن اغلب الغالبية العظمى من المرضى ما في داعي لاي حتى تدبير دوائي، بالحالة بتنشفى لحالة عفويا. طبعا هو ناتج عن بفعل انه الغدة المسؤولة عن تنظيم الكلس موجود على تماس مباشر مع الغدة الدرقية، فاي تحريك لها او حتى لمس ممكن يحرض انه هي الغدة تفرز هرمونات الدوران، وبالتالي تعمل هي الاضطراب. فهي يعني هو نحن بنسميه اختلاط، بس صراحة هو ما انها مشكلة يعني. هو مجرد شغلة بس بتصير مع المرضى يعني. فلكن نسبته عالية جدا، تقريبا 25% من المرضى بيصير عندهم نقص كلس عابر. الشغلة الثانية هو نقص الكلس الدائم. اللي ممكن تصير عند المرضى. ممكن بعد هذا الأسبوع من الجراحة خلال كل حياته أيمتى ما كان ممكن يتعرض لنوبات نقص كلس. هذا الشيء وارد، لكن بنسب قليلة أيضا. من حسن حظنا بتراوح نسبته تقريبا حوالي 5%. الشغلة الثالثة هو صراحة هو اللي بيهم شريحة المرضى، هو الاضطراب وظيفة التصويت. هلا اضطراب وظيفة التصويت هو موجود بكل المراجع العالمية بنسبة 1.1%. يعني من كل 100 مريض هناك مريض بيصير عنده أذية بالعصب المسؤول عن التصويت. بس هو الفكرة انه العلاقة بالمرض اللي انت عم تشتغل عليه الغدة الدرقية. يعني مثلا مريض ورمي عنده التصاقات شديدة بالمنطقة، انت كجراح ممكن تكون غير قادر على تمييز الأنسجة من بعضها، هذا المريض حيكون مرشح اكثر من غيره لإصابة العصب المسؤول عن التصويت. الشغلة الثانية إصابة العصب بجهة واحدة
حيصير عند المريض بحة معينة، تغير بالصوت. هي ليس غياب الصوت، انما فقط بحة بالصوت او تغير خلينا لحن الصوت. بينما اصابة بالجهتين مع بعض واللي هو نادر جدا انه يصير، هو المريض حيفقد القدرة على التصويت خلال كامل حياته. هو موجود لكن من حسن حظنا انه نسبه قليلة جدا. تمام. طبعا عادة الجراحة كمان في مجموعة باعتبار النسبة العليا العظمى من المرضى هن إناث، فممكن ندبة العمل الجراحي ممكن أيضا المشكلة اللي هي موجودة بمقدمة العنق. طبعا هي الندبة صراحة هي بنقوم فيها بإجراء خياطة تجميلية، وبالتالي عادة ما يبقى أبدا أي أثر للندبة. أضف على ذلك صار في عنا شيء اسمه استئصال الغدة الدرقية بالجراحة التنظيرية. حلو كتير. يعني أنا بقوم بإجراء مداخل أو ثقوب صغيرة من تحت الإبط. أيوة. تمام. من تحت الإبط بفوت الكاميرا، بسلق الأنسجة، فحتكون أنا عندي 3 ندب صغيرة تحت إبط المريض اللي هي منطقة غير واضحة أو تجميلية نسميها. في هيك إجراء. تمام. يعني حلو كتير. حقيقة الإجراء الجراحة التنظيرية غزا جميع الجراحات. فيعني الأخ أرمين كمان رد بعد سؤال دكتور، إذا فينا نقرأ سؤاله. شخص يعاني من السمنة ويتبع رجيم غذائي قاسي، رغم هالشيء هذا لا يوجد نتيجة فعلية على اختلالات الغدة، أو ما بعرف إذا هو كتب، قرينا المكتوب يعني الغدة وأمراضها سببا في ذلك. ما بعرف إذا يعني سؤال توضح للدكتور. الشخص عم يعاني من السمنة واتبع رجيم قاسي، وصار في اختلاطات بوظيفة الغدة. ممكن هذا يكون سؤاله يعني. إذا سؤاله إنه الرجيم أثر على وظيفة الغدة الدرقية، فلا، يعني لا يوجد رجيم بيأثر على وظيفة الغدة الدرقية. تماما. أكيد أبدا. إذا هذا كان محتوى السؤال، صراحة أنا السؤال كان شوي غير مفهوم. إذا كان عم يسأل إنه هل يا ترى سبب السمنة هو اضطراب بوظيفة الغدة الدرقية، فطبعا مثل ما حكينا إنه من وظيفة الغدة الدرقية هي مسؤولة عن الاستقلاب، فالمرضى عادة بيكونوا بيعانوا من السمنة. فإذا كان عم يسأل هذا سؤاله إنه هل يا ترى ممكن يكون سبب، فهو ممكن يكون سبب. نعم. تماما. دكتور، دائما نحن عبر منبر بويار بنختم لقائنا بنصائح من عند الطبيب الضيف، فنصائح وقائية أو توصيات خلينا نسميها من عندكم لمستمعينا الأصحاء والمرضى. نعم. هلا أول شيء بالنسبة لوظيفة درق جيدة، أنت بحاجة ليود. للقيام بوظيفة درقية جيدة. اليود اللي هو قبل ما كان متوفر إلا بالأطعمة البحرية، خلينا نقول الأسماك اللي هي غنية جدا باليود. حاليا صرنا عم نضيفه لملح الطعام. فطبعا مع الأسف بين الاعتبار إنه لازم ما يكون متعرض لضوء الشمس اللي بيؤدي لتخرب اليود المضاف إلى ملح الطعام. هاي شغلة. فإذا 2 أكيد هو ما نهمل الأعراض اللي ممكن العامة اللي ممكن تصير مع المريض اللي تكون ناتجة عن اضطراب وظيفة الغدة الدرقية. 3 أي تغير أكيد بشكل مقدمة العنق، سواء يعني عدم توازن ما بين جهة اليسار أو اليمين، ممكن تكون ناتجة عن وجود عقد بأحد طرفي الغدة الدرقية. الشغلة الرابعة والأهم هي عند الأطفال الصغار. طبعا الأطفال الصغار أيضا وجود اضطراب بطول أو وزن الأطفال الصغار، لازم ما نهمل الحالة. ممكن تكون اضطراب بالغدة الدرقية. والفكرة الحلوة من الموضوع إنه هذا الطفل في حال عالجته حينمو بشكل طبيعي مثل باقي الأطفال اللي بيعمروا يعني. بينما في حال الإهمال حينتج عندك طفل مصاب بقزامة خلينا نسميه. هدول نعم. شكرا لكم دكتور جير على المعلومات القيمة والحضور الجميل. شكرا لكم دكتور. شكرا لحسن متابعتكم زملائنا بالكنترول. شكرا لكم ولكل اللي سمعنا. كنتوا عم تسمع برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا كان الدكتور جير أحمد عبد العزيز، اختصاصي بالجراحة العامة والتنظيرية. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة.
صحتك بالدنيا. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالأسنان. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المسنية الحديثة، أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة، ولمة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد بجانب مشفى الرحمة. للحجز والاستعلام هاتف 33 226.